يعتبر الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني واحدا من أبرز اللاعبين الذين لفتوا الأنظار هذا الموسم رفقة نادي نيكنيمخن في الدوري الهولندي، بعدما تألق صاحب 23 سنة بتقديم أداء فني وبدني جعله ينال إشادات دائمة من طرف الإعلام لرياضيفي الأراضي المنخفضة. وفي الوقت الذي حسم المدافع الكرواني مستقبله مؤخرا بتوقيع عقد انضمامه لصفوف نادي أوتريخت لمدة 3 مواسم، يأمل اللاعب المغربي أن يواصل لفت الأنظار في بطولة إرديفيزي كي يظل من أفضل المحترفين المغاربة والعرب داخلها. وفي تصريحات حصرية أعرب الكرواني عن سعادته بتوقيع عقد انضمامه لصفوف أوتريخت، مؤكدا أنه يطمح لتحقيق النجاحات في الدوري الهولندي. وفي هذا الإطار تحدث قائلا: أبلغ من العمر 23 سنة، أريد التطور أكثر، لهذا السبب اخترت الانضمام لصفوف أوتريخت. لعبت 32 مباراة كأساسي هذا الموسم مع نيكنيمخ، وأريد أن أحافظ على هذا النسق في الفترة المقبلة. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية السبت عن اقتراب فريق مانشستر سيتي من التعاقد مع أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي هذا الصيف، في واحدة من الصفقات المفاجئة التي لم تتحدث عنها وسائل الإعلام الرياضية العالمية في وقت سابق. ومن الممكن أن تكون من أقوى صفقات لبريمير ليغ. ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية السبت تفاصيل عن اقتراب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الظهير المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يعتبر من أبرز نجوم منتخب أسود الأطلس في السنوات الأخيرة. وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا لا يمانع من دفع مبلغ كبير في الصفقة وراتب ضخم من أجل جذب النجم المغربي، خصوصا أن المدرب بيب غوارديولا يحتاج لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين. وتأتي هذه الأخبار في ظل نشر صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية خبر يشير إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي لكي يعود إلى النادي الملكي من جديد، إذ سبق له ومثل فريق ريال مدريد في فترة سابقة قبل مغادرتها إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي. أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا التعاقد مع النجم الألماني إلكاي غوندوغان في صفقة قوية وانتقال حر من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وهي الصفقة التي من شأنها أن تعزز قوة النادي الكتالوني في خط الوسط وترفع من قدرته على المنافسة. وكشف برشلونة عن التعاقد رسميا مع غوندوغان اليوم الاثنين في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إذ وضع صورة لنجم خط الوسط الألماني بقميص فريق برشلونة مع عبارة أهلا وسهلا، في تأكيد على إتمام الصفقة بنجاح بعد مفاوضات لأسابيع تقريبا. وبحسب المعلومات، فإن عقد غوندوغان مع النادي الكتالوني سيكون لمدة موسمين بشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو، مع إمكانية تمديد العقد موسما إضافيا حسب رغبة الطرفين في المستقبل، وهو الذي اختار الانتقال إلى برشلونة وعدم التجديد مع مانشستر سيتي. يذكر أن غوندوغان وقبل مغادرته مانشستر سيتي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وكان من أفضل نجوم الفريق في موسم من 2022 إلى 2023 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، كما حقق الثلاثية التاريخية أيضا، الدوري والكأس ودوري الأبطال.